اهلا بيكم معايا في قناة حكايات ماما ميرو. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مشكلة مهمة جدا. معظم الامهات ما بتعرفش تتعامل مع الولاد بسبب ان هما طول الوقت ماسكين الموبايلات. هنشوف الام هتتعامل ازاي مع الولاد وازاي هتنسيهم الموبايلات وتشغل دماغهم بحاجات تانية. بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد من حكايات ماما ميرو، وعشان تشجعوني ان دايما انزل فيديوهات جديدة. حلو قوي الفيلم ده يا ميرو. ايوه يا احمد، واما الفيلم ده يخلص كمان هوريك حتة لعبة نزلتها على الموبايل. ايه يا مروه، الولاد فين؟ الولاد يا اما قدام التلفزيون يا اما ماسكين الموبايلات. انت ليه سايباهم قدام الموبايلات طول الوقت؟ وايش عرفك اللي بيتفرجوا عليه ايه؟ مش عارفة اعمل ايه يا ادم الصراحة. ما طول الوقت فعلا الموبايل والحاجات دي واخداهم جامد قوي، ومش عارفة اسيطر على الموضوع ده. لا يا مروه، لازم تسيطري على الموضوع ده. اخرهم ساعه ولا ساعتين طول اليوم. هحاول تاني وامري لله. ماشي، اتكلمي معاهم، لو في اي حاجه انا هتدخل معاكي. بقولك يا ميرو، فين الأنشطة اللي كنتي بتعمليها وكنتي بتعملي اكسسوارز حلوة قوي وبتعملي عقاد شكلها جميل؟ فين الحاجات دي يا حبيبتي؟ ليه بطلتي تعملي الحاجات اللي بتحبيها؟ انت يا ماما بطلت تجيبيلي الادوات بتاعتها. خلاص يا ستي، اوعدك ان انا اجيب لك كل الخامات اللي هتشتغلي بيها، بس بشرط ايه هو يا ماما؟ تنضفي مكان اي حاجة تعمليها، مش تسيبيلي الدنيا تضرب تقلب وفي الاخر انا اللي اروق. اوعدك يا ماما، اي حاجة اعملها هنضف مكانها. ماشي يا حبيبتي، اتفقنا. تعالى يا احمد، عايزاك. نعم يا ماما. بصي يا حبيبي، انت بتحب تفك الحاجة وتصلحها. انا وبابا جبنا لك هدية مجموعة مفكات، وكمان حجزنا لك في دورة برمجة علشان تتعلم الحاجات دي على اصولها. ايه رأيك؟ الله يا ماما، مبسوط قوي. انا نفسي اصنع روبوت. ان شاء الله يا حبيبي، اي حاجة نفسك فيها هتتعلمها وانا وبابا هنقف جنبك، بس بشرط يا احمد. ايه يا ماما؟ انك تنظم وقتك بين الحاجة اللي انت بتحبها وما بين المذاكرة. حاضر يا ماما. الولاد فين يا مروه؟ ميرو قاعدة بتعمل أنشطة بتاعتها، وقاعدة شغالة بتنفذ اكسسوارز حلوة قوي ما شاء الله عليها. أحمد بقى في دورة البرمجة بتاعته. والله برافو عليك انك عرفتي تشغليهم. ايوه كده، املي دماغهم بالحاجات الايجابيه وخليهم يبعدوا الحاجات السلبيه. هما كده بيملوا دماغهم بالحاجات اللي بيحبوها وبينموا المواهب بتاعتهم، بدل ما كانوا قاعدين ليل نهار على الموبايل كان بيعمل لهم هيبرة في دماغهم. لا والله، برافو عليك يا مروه.